سنة 536 ميلادي. المؤرخين والعلماء بيقولوا إن دي كانت أسوأ سنة في تاريخ البشرية، مش حرب ومش بواء، لأ، دي كانت سنة كأن العالم كله تحول لكابوس. اللي حصل بدأ بحاجة غريبة جدا. فجأة الشمس اختفت، أيوه، من غير أي مقدمات. من شهر مارس سنة 536 لحد أكتر من سنة ونص بعد كده السما كلها كانت متغطية بضباب رمادي غامق. الموضوع كان مسجل حتى في الكتابات التاريخية، زي المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس اللي وصف إن الشمس شكلها كان باهت زي القمر وملهاش أي نور. تخيل إنك تصحى من النوم وتلاقي النهار شبه الليل وكل حاجة حواليك ضلمة. الحرارة نزلت بشكل مرعب، الصيف اتحول لشتاء، التلج نزل في بلاد المفروض ما تشوفش التلج أصلا. المحاصيل الزراعية ماتت والأرض ما بقاش بيطلع منها ولا أكل ولا زرع، والناس دخلوا في مجاعات مرعبة. أوروبا اتضربت وآسيا اتضربت لدرجة إن الصين نفسها سجلت إن في ضباب غطى الشمس والمزارع كلها باظت. واللي بوظ الطين بلة إن بعد الكارثة دي بسنين قليلة ظهر الطاعون اللي سموه طاعون جوستنيان، واللي قتل فيها وقتها أكتر من 500 مليون إنسان، رقم ضخم بالنسبة لعدد سكان العالم وقتها. والسؤال هنا إيه اللي حصل؟ إزاي العالم كله عايش في ضلمة وجليد فجأة؟ العلماء في البداية مكانوش عارفين التفسير، لكن مؤخرا بفضل دراسات الجليد في جرينلندا وسويسرا اكتشفوا ان اللي حصل غالبا كان بسبب انفجارات براكين هائلة. بركان او اكتر انفجر وطلع دخان ورماد في السماء بكميات مرعبة، لدرجة انه غطى الشمس كلها ومنع ضوءها يوصل للارض. الرماد ده فضل عالق في الغلاف الجوي سنين. سنة 536 كانت البداية، وبعدها كوارث تانية. في سنة 540 وسنة 547 حصل انفجارات براكين تانية. كملت بقى سلسلة من الكوارث اللي دخلت العالم في أسوأ عصور ممكن تتخيلها: مجاعة ووباء وبرودة غير طبيعية. العصر ده العلماء بيسموه العصور المظلمة الصغيرة، لأنها كان فعلا بداية من انهيارات حضارات كتير. الناس وقتها كانوا فاكرين إن دي نهاية العالم. اللي عاش في الوقت ده فعلا عاش كابوس على الأرض. تخيل معايا، النهار كله ضلمة، البرد قاتل، الأكل شبه مش موجود أصلا، والأمراض في كل مكان. ممكن نكون دلوقتي بنشوف كوارث وزلازل وأوبئة، لكن لما تبص لسنة 536 هتكتشف إن اللي حصل وقتها كان أقرب فعلا للجحيم. دي كانت السنة اللي العلماء والمؤرخين اتفقوا إنها أسوأ سنة في تاريخ البشرية.